رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع عسل، والله العظيم عسل. دينا الهواري انت منورانا، قعدنا نضحك ضحك في الفاصل فظيع. دندن هتعمل لنا ايه النهارده يا دندن؟ هنعمل عيش هيلثي بني صحي. عيش دايت للرجيم. العيش اللي احنا بناكله بره ده وبنقعد نشتري فلوس كتير وكده، طلع ممكن نعمله في 10 دقايق جوه البيت. بالظبط كده. مظبوط يا استاذه دندن. يس ايوه بالظبط كده. وارخص بكتير. ايوه صح. شفتي بقى وبيشبع اكتر. ويشبع اكتر. عشان مش بنحط فيه اي محسنات اللي هي بتتحط في العيش فبتخليه مليان يعني بينفش قوي. فبتبقى قطعه العيش نفسها بتشبع اكتر، بتبقى يعني بتحسسك بشبع اكتر. طب وهل فعلا بيحطوا فيه الوان؟ ممكن يكون الحاجات اللي هي بتتباع بيبقى فيها الوان، بس لا هو المفروض لا ما فيش اي حاجه بيتحط فيها لون، بتبقى كلها. طب كده بالوصفه كده. اوكي، احنا اول حاجه هنحطها ده اللي هو الدقيق الهول جرين، الدقيق البني. اوكي ماشي. احنا معانا المقادير على الشاشه صح؟ دول حوالي 5 كوبايات. 5 كوبايات. اوكي ماشي. وبعد كده هنحط عليها ده لبن باودر، ده بيخلي العجينه اطرى. اوكي عشان لبن باودر. لبن ده لبن اطفال يعني ولا لبن لبن باودر عادي ممكن. لا مش بتاع الاطفال، اللي هو العادي. لبن ده بيخلي العيش يفضل قاعد مده اطول وما يعني يفضل طري، فهو بيساعد ان هو يبقى العيش نفسه تحسي ان هو فريش حتى بعد كذا يوم. اتفضلي. اوكي بعد كده الملح. ماشي. والسكر، حاطين سكر بني. هو ما فيش فرق قوي ما بين السكر البني والسكر الابيض، بس السكر البني هو في معلقه هنا. السكر هنا يا ماما. السكر البني بيدي طعم احسن شويه من السكر الابيض، علشان هو بيبقى كانه بيبقى فيه طعم شبه الطعم بتاع العسل الاسود. ماشي. اوكي والمفروض ان هو فيه معادن اكتر. تمام. ودي رده، ده الرده اللي هنحطها هنا، نص كوبايه رده، علشان نزود البروتين والفايبر اللي في العيش فيبقى بيشبع اكتر. اوكي ماشي. بس كده دول هنخلطهم هنا كده مع بعض. بعدين الخميره بنحطها لوحدها مع الميه، عشان ان كيس ان هي مش اوقات الخميره عشان من الحاجات اللي لما تيجي تخزنيها ما بتبقى سهل انها تبوظ، فالاحسن انك انت دايما تحطيها لوحدها على جنب، بعدين تحطيها على الدقيق، عشان لو فيها حاجه لو ما طلعتش رغاوي كده بعدها بشويه يبقى ده معناه ان الخميره احتمال تكون مش بتشتغل، يعني مش هتشتغل كويس. فالاحسن ان احنا نخلطها هنا بعدين نقوم حاطينها على العجينه. وحاجه تانية كمان ان هي اوقات الخميره لما بتتحط مع المكونات اللي هي الدقيق والسكر وكده، السكر والملح بيبوظوا الخميره، بيبوظوا المفعول بتاعها، فدايما احسن انها تتحط لوحدها. اوكي. لان في ناس كتيره بيقوموا حاطينها مع الدقيق على طول. اوكي. احنا هنا اوريدي عارفين ان هي يعني الخميره شغاله وكله تمام. ماشي. نحطها هنا. مش عارفه ده بيشتغل ازاي. اوكي ده بيشتغل ازاي؟ احنا على الهوا يا حبيبتي. اوكي. ولازم نبدا بشويش، السرعه تبقى بشويش في الاول عشان ما تلاقيش فرطش. يس انا لابسه ابيض. ما ينفعش بس هيليق يعني برضه مفيش مشاكل. ماشي. بنبدا الاول بطيء، بعد كده بنبدا نسرع. احسن حاجه عشان العيش يبقى يعني طعمه حلو وتحسي ان هو طري، انك تفضلي سايباه مده طويله بيتعجن، عشان كده بتطلعي ماده الجلوتين اللي فيه، هي دي اللي بتخلي العيش يبقى كانه بيمط. فلو ما عجنتيهوش مده طويله مش هيبقى بنفس مش هيبقى لما تيجي تاكليه مش هتحسي بنفس اللي هو المطه دي اللي بتبقى في العيش بالظبط كده. فاحنا المفروض نفضل سايبينه 5 دقايق بالظبط كده، 5 دقايق بيتعجن. اوكي. وفي الاول بتبقى العجينه لسه. احنا ما عندناش عجينه جاهزه. عندنا، هوريكي شكلها ازاي بعد ما تخمر. هنحط زيت بس الاول. نحط زيت. اوكي. وسيبيها هي تعجن مع نفسها. يس. او احنا ممكن نعجنها بقى ده زيت زيتون، وناخد الخميره دي معايا البيت. ممكن. دي فكره كويسه برضه. البيزنس ده زيت زيتون عمال يطرطش يا ماما. ليه كده اللي لابسه ابيض؟ هيليق والله. قاعده ليه كده الزيتون زيت الزيتون بتطرطش على اساس حلواني، يعني ليه قاعده كده؟ طب يطرطش كده دلوقتي ولا خلاص؟ بصي انا عايزه اقول لك على والله العظيم، بصي انا مش عارفه المخرج بتاعنا ليه بقاله 5 6 7 10 حلقات كده، يعني يا جماعه ما يصحش كده. ليه كده يا استاذ حبيبي؟ انت ليه بتهدني؟ ليه اضطهاد؟ ماشي. هي بقى المفروض انك تفضلي سايباها، احنا هنسيبها كده. ماشي. وبعدين هوريكي بقى شكلها بيبقى عامل ازاي بعد ما بتخمر. لما بنيجي نخمرها بنسيبها من ساعه لساعه ونص حسب لو في الصيف ممكن بتاخد وقت اقل في انها تخمر. اوكي. بعد ما بتخمر يعني بنغطيها بكلينج فيلم او بفوطه او اي حاجه، بنحطها في مكان دافي. طب احنا نقفل بقى ده خلاص، احنا تمام. اوكي. ها
تمام كده. اه. ده بيبقى شكلها بعد ما بتخمر. بنقعد ماشي؟ هنا قد ايه؟ هنا بنفضل نعجنها 5 دقايق. اوكي. 5 دقايق لحد لما هتلاقي بالراحة العجينه وبعدين- لمت، هتلاقيها ما بقتش ملزقه وبطلت تلزق في الجناب وبقت يعني هتبقى عجينه كده على بعضها. حلو، اللي هي هتتحط دي. تخمر لمده ساعه، ساعه ونص، حسب لما تلاقيها نفشت بقت عامله زي دي كده. اوكي. هي كده بقى جاهزه ان هي تتخبز. اوكي. طب اتفضلي. لما بنيجي بقى نحطها لما نيجي كده هنا لا انت طلع ان شاء الله عندنا كل حاجه. اوعي. هنيجي نحطها هنا. حلو. بنقوم رشين شويه رده تحت علشان خاطر ما اول تلزقش. حاجه ما تلزقش، وعشان خاطر برضو بيديلها شكل حلو لما بتيجي ما بيبقى أوكي. محطوط على الوش. فده هيبقى العيش، فبنقوم حاطين هنا شويه رده. اوكي. وبعد كده العجينه بقى الاحسن انك لما تيجي تحطيها ما تقوميش حطها على طول في القالب، لازم تقومي مطلعه الهواء اللي فيها، علشان خاطر ده برضو بيساعد ان هو يبقى القوام بتاع العيش احسن. فبنقوم أوكي. مطلعينها الاول كده. ماشي. نعجنها تاني عجنه سريعه، مش قوي يعني، مش هعجنها قوي، بس هي حتى هتلاقيها بطلت تلزق في الايد، مش زي اللي موجوده هنا. اوكي. بس كده كم مره بسيطه. الله شكلها حلو قوي يا دينا. اوكي. وبعدين تقومي حطاها بقى هنا ونقوم فردينها. خلاص. تاخد الشكل بتاع كل ده بقى. هي هنا باينه ان هي مبططه، بس هي كل ده ريحتها تحفه. هيطلع. ميرسي. اوكي. ده عيش عيش. اوكي. ماشي. وبرده تاني هنقوم رشين شويه رده على الوش عشان شكلها. اوكي. بس كده. بعد ما بنحطها هنا الاحسن ان احنا نسيبها مثلا 5 دقائق 10 دقائق تاني علشان العجينه تهدى قبل ما نحطها تتخبز. لو حد مستعجل مش مشكله، ممكن يحطها على طول. طيب 5 دقايق وبعدين هنحطها 5 دقايق بعدين هنحطها في الفرن. هنحطها في الفرن في الاول، بنقوم حاطينها على درجه حراره عاليه مثلا 200 210 علشان تنفش، تقوم لمدة؟ قبل فوق كده. بعد كده نحط 5 دقائق، بعد كده نقوم منزلين درجه الحراره 170 180 لمده حوالي تلت ساعه نص ساعه، حسب بقى المقاس بتاع القالب اللي انت حاطاه. يعني كل ما هتبقى رفيعه كل ما هتاخد وقت اقل. اوكي. احنا معانا بعد. اوكي. يس. وبعدين هنخرجها من الفرن بقى نقطع. لا احنا اوريدي مطلعينها طب اتفضلي اتفضلي. اوكي ماشي. اتفضلي. طيب برافو برافو. اوكي. ماشي. لا بكلم اوكي فريق الادب بتاعه. ماشي. ده العيش بقى لما بيطلع الله زي ما انت شايفه. بصي قمر. لو جيتي مسكتيها تحسي ان هو لسه طري، وهو ده بقى الفرق بين العيش ده والعيش اللي بيبقى اللي هو لما بتجيبيه جاهز، ان بتبقى الله قطعه العيش وسخن نفسها. كمان وسخن يا جماعه. استني يا دندن استني كده ندوق. اوكي. باخد فيلم البتاع ابدا معايا في البيت بقى. ها انا هاخده معايا انا ماشيه. اوكي. وبيشبع، هي دي الفكره بقى ده فيه. تحفه. يا دندن برافو عليك والله. ميرسي. ابلع بقى. اوكي. انا عايزيني بقى اعملها لك عشان تمام. اوكي. انت جايبه لنا بقى فراخ انا بقى هنا حاطه عامله فراخ مشويه عشان يبقى هيلثي، يعني تبقى اللي هي وجبه على بعضها، انك انت لما تحطي بقى يتعمل زي ساندوتش. ففي هنا ساندوتش احنا اوريدي عاملينه. يلا. اوكي. بس كده. دي محطوط فيها فراخ مشويه وخس وطماطم. طب هنطلع فاصل ناكل وبعدين نرجع ليهم بقى بفقره تانية ولا ايه؟ اوكي. دينا هواري انت نورتينا النهارده مشاهداتي اعزائي. هنطلع فاصل قصير كده 3 4 دقايق وترجعوا لي بقى بعد الفاصل تقولوا لي، عشان انا سالتكم امبارح وما حدش فيكم رد عليا ولا عبرني، احنا بنعمل ايه في الفاصل؟ خليكم معانا وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.